الراحة مش رفاهية، الراحة احتياج أساسي لنفسيتك وصحتك. كتير مننا كأمهات بيحسوا إن هم لو ارتاحوا شوية يبقوا أنانيين، بس الحقيقة إن الإرهاق المستمر هيأثر على أعصابك وهيخلي ردود أفعالك دايما أقصى من اللي انت كنت تقصديه. لما بتبقي مستنزفة صوتك بيعلى، صبرك بيخلص، إحساسك بالذنب دايما بيزيد. عشان كده اهتمامك بنفسك مش رفاهية، ده حماية ليكي ولبنتك ولأولادك. نعمل ايه؟ خصصي ربع ساعة في اليوم ليكي، بس لو سمحتي من غير موبايل، من غير طلبات، مجرد انك تقعدي قاعدة هادية. اسألي نفسك كل اسبوع، هو انا محتاجة ايه دلوقتي؟ محتاجة راحة؟ محتاجة دعم؟ محتاجة خروجة بسيطة؟ بلاش تربطي دايما قيمتك بالعطاء المستمر. انتي انسانة قبل ما تكوني ام. لما هتهتمي بروحك هتلاقي نفسك اهدى واقوى واقرب لبنتك. الأم الواعية مش هي الأم الكاملة، لكن الأم الواعية هي الأم اللي بتصلح وبتتعلم وبتعلم، وكمان هي الأم اللي بتاخد بالها من نفسها عشان نفسها وعشان خاطر أولادها. انتي مش لوحدك، معاكي نرمين، وإيد في إيد تبقى حياتنا أهدى وأفضل.